من اليوم الأول والرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه واضح من خطة التهجير حتى قبل ما تتحط الخطة المشؤومة دي، لما قال إن التهجير خط أحمر. التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر، لأن ده ببساطة بيقضي على القضية الفلسطينية، لأن مفيش شعب بيطالب بحقه في أرض هو أصلا مش يسابها. النهارده كلنا كنا مستنيين نتائج اجتماع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في أمريكا. الاجتماع اللي انتهى من شوية وأكد فيه على حق الفلسطينيين في أرضهم، وإن تهجير القسري لأهل غزة ده أمر مش إنساني، ومشكلة غزة لازم تتحل داخل القطاع مش على أكتاف الآخرين. ووعد إن يتم نقل بشكل عاجل 2000 طفل من المصابين علشان يتم علاجهم في الأردن، وإنه كمان رافض خطة التهجير، والعرب ومصر هيكون ليهم خطة لحل مشكلة القطاع، وإن في قمة عربية قريب في الرياض هيتم فيها مناقشة حلول لصالح كل دول الشرق الأوسط. كمان عندنا في مصر قريب جدا قمة عربية طارئة هيتم فيها مناقشة الحلول لقطاع غزة وتوحيد الموقف العربي. وبالنسبة لنا احنا كمصريين فاحنا صف واحد وإيد واحدة في ظهر رئيسنا في القضية دي.